عن هذا الترتيب وأيضا تاريخ أو سرد تاريخي لأبرز الهدافين السعوديين على مر تاريخ الدوري. استحوذ اللاعبون الأجانب على صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي في القسم الأول، وخلت المراكز الأولى من المهاجمين السعوديين، حيث تصدر الفنزويلي ريفاس محترف الاتحاد قائمة الهدافين ب14 هدف، وجاء خلفه البرازيلي إدواردو لاعب الهلال، والسوري عمر السومة لاعب الأهلي. والغريب غياب عدد من الأسماء المحلية والتي دائما ما تكون حاضرة في المنافسة على لقب الهداف، مثل المهاجم ناصر الشمراني لاعب نادي الهلال، والمهاجم محمد السهلاوي لاعب نادي النصر. ويرجع لقب أول هداف في الدوري السعودي إلى لاعب القادسية ناصر عيد في نسخة 1977. في النسخة الثانية حقق معتمد خوجلي لاعب الأهلي لقب الهداف برصيد 14 هدف. يلعبها وقت الملعب وفين معتمد خوجلي يحط الهدف الأول للنادي الأهلي بالراس. النسخة الثالثة من الدوري الممتاز شهدت ظهور كبير الهدافين ماجد عبد الله، الذي تمكن من تحقيق لقب الهداف 6 مرات، كأكثر اللاعبين فوزا بلقب هداف الدوري. محمد السويد أصبحوا 3 مهاجمين، تتلعب كرة خطيرة، هدف ثاني يسجل ماجد بكرة عرضية اتلعبت من فهد العريفي. جوابي على ليش أنا أكون مثلا هداف الدوري، طبعا هي يعتمد أنا وزملائي وتعاوننا مع بعض، وكوني أنا رأس حربة مستثمر مجهودات زملائي. موسم 82 تألق مهاجم الشباب خالد المعجل، واستطاع تصدر قائمة هدافي الدوري الممتاز في نسخته السادسة، وكرر المعجل إنجازه مرة ثانية عام 1988 عندما تصدر هدافي الدوري بتسجيله 12 هدف. خالد المعجل يلعبها في الجول، هدف حلو جميل. وفي عام 1984 برز مهاجم الأهلي حسام أبو داود، وتمكن من إحراز لقب الهداف برصيد 14 هدف. يصلحها يا دوبك بالمسها، بتترفع راس حسام وجول، جول يسجل النادي الأهلي. وفي النسخة التي تليها حقق مهاجم الهلال هذال الدوسري لقب هداف الدوري برصيد 15 هدف. يجري مشاري من بعيد يصوب على المرمى، لعب المرمى وجول ثاني هذال الدوسري. في عام 1987 نجح مهاجم الاتحاد محمد السويد بالتربع على صدارة هدافي الدوري الممتاز ب17 هدف. حتى الآن السويد صوب كرة قوية وفي المرمى جول، الهدف الأول للاتحاد بيسجله محمد السويد من خطأ ومن كرة ثابتة اتلعبت على يسار المترو. ويعتبر مهاجم الهلال سامي الجابر هو أصغر لاعب نال لقب هداف الدوري، إذ كان يبلغ عمره 17 عام، وحدث ذلك عام 1990، وعاد الجابر تحقيق نفس الإنجاز بعدها ب3 سنوات. إلى يوسف 2 بمر يوسف وسامي سامي الجابر على الطريقة الجابرية. فهد المهلل مهاجم الشباب نال لقب هداف الدوري، وكان ذلك في عام 1991 برصيد 20 هدف. الكرة بالراس يبعدها الجريني تروح له المهلل يسوي في المرمى، جول! فهد المهلل يلعب كرة على الطاير ويسجل منها الهدف الثاني للشباب. وفي عام 92 وصل لاعبو الشباب تصدر قائمة هدافي الدوري، وهذه المرة عن طريق سعيد العويران. الرزقان تلعب لسعيد العويران، سعيد ومعه منصور القاسم، يعدي سعيد ويلعبها داخل مرمى الهلال، هدف ثاني لصالح الشباب. وحقق فهد الحمدان لاعب فريق الرياض لقب الهداف في عام 1995 بعد تسجيله 15 هدف.
الايمن بندر السويلم عرضيه وخطيره العداد وبالراس لاعب النجمة سليمان الحديثي سجل 15 هدف تصدر بها هدافي دوري 98. في العام الذي يليه تألق مهاجم الوحدة عبيد الدوسري وأحرز 20 هدفا محققا لقب الهداف. عبيد الدوسري والمرمى، عبيد الدوسري في المرمى، جول المرمى، هدف التعادل يسجل عبيد الدوسري بعد مجهود جيد من عبيد الدوسري. أما الرقم القياسي في عدد الأهداف فهو مسجل باسم مهاجم الاتحاد حمزة إدريس بعد تسجيله 33 هدف جعلته هدافا لدوري 2000. زهراني بيلعب كرة عالية وباجي حاول وخطر بالجول، خطر بالجول، جول جول على طول من حمزة إدريس، من حمزة إدريس. في موسم 2006 أحرز مهاجم الوحدة عيسى المحياني 16 هدف اعتلى بها قائمة هدافي الدوري. والمحاولة من الشبراني والكرة العرضية تلعب بالمرمى، وفي عام 2008 تألق ناصر الشمراني واستطاع تسجيل 18 هدف تربع بها على قائمة الهدافين. ويسعى مهاجم الهلال ناصر الشمراني في الوصول إلى لقبه السادس كونه سبق وأن حقق الهداف 4 مرات بشعار ناديه السابق الشباب ومرة مع ناديه الجديد الهلال. طريق مارسيلو روعة الكرة، انطلاقة جميلة، عرضية وجول وجول 1-0 الشمراني. ويعتبر لاعب وسط الهلال محمد الشلهوب هو اللاعب الوحيد من غير المهاجمين الذي نال لقب الهداف، وكان ذلك في عام 2010 برصيد 12 هدف. حاول لعيسى المحياني أول همسة والشلهوب غياب المهاجم المحلي عن المنافسة على صدارة الهدافين في دوري المحترفين السعودي ظاهرة تستحق المعالجة قبل أن تتفاقم. قائمة الهدافين السعوديين في الدوري الممتاز عام 1977 ناصر عيد مهاجم القادسية ب 12 هدف، وعام 1978 معتمد خوجلي من النادي الأهلي ب 14 هدف، وعام 1979 ماجد عبد الله من النصر ب 13 هدف. أيضا عاد ماجد عبد الله في عام 1980 ب 17 هدف كان متصدر الترتيب. في عام 1981 أيضا ماجد عبد الله من النصر متصدرا ب 21 هدف. في عام 1982 خالد المعجل مهاجم الشباب ب 22 هدف، وماجد عبد الله عاد من جديد في عام 1983 ليصبح الهداف ب 14 هدف. حسام أبو داود من الأهلي عام 1984 كان معتلي الصدارة ب 14 هدف. وفي عام 1985 هذال الدوسري من الهلال ب 15 هدف، وماجد عبد الله عاد من جديد واعتلى صدارة الهدافين في عام 1986 ب 15 هدف. محمد السويد لاعب الاتحاد عام 1987 كان متصدر ب 17 هدف. خالد المعجل عاد من جديد من الشباب وتصدر عام 1988 ب 12 هدف. وفي عام 1989 ماجد عبد الله من جديد يعود لصدارة الهدافين ب 18 هدف. عام 1990 سامي الجابر من الهلال ب 16 هدف، وفهد المهلل من الشباب في عام 1991 ب 19 هدف، وسعيد العويران من الشباب أيضا ب 17 هدف كان معتلي الصدارة عام 1992. وفي عام 1993 سامي الجابر عاد من جديد من الهلال ب 17 هدف في الصدارة. وعام 1995 فهد الحمدان من الرياض ب 15 هدف. في عام 1998 سليمان الحديثي من النجمة ب 16 هدف، وعبيد الدوسري من الوحدة سجل 20 هدف واعتلى فيها صدارة الهدافين عام 1999. في عام 2000 حمزة إدريس نادي الاتحاد ب 33 هدف وهو الرقم الأعلى حتى الآن من اللاعبين السعوديين. في عام 2002 حسين العلي من الهلال ب 15 هدف. عام 2006 عيسى المحياني من الوحدة ب 16 هدف كان في الصدارة. وفي عام 2008 ناصر الشمراني من الشباب
ب 18 هدف. وفي عام 2009 ناصر الشمراني أيضا يكرر صدارته ب 12 هدف أيام نادي الشباب. وعام 2010 محمد الشلهوب من الهلال ب 12 هدف. عام 2012 ناصر الشمراني من الشباب ب 17 هدف. وفي عام 2012 ناصر الشمراني أيضا يواصل سيطرته على الصدارة ب 21 هدف، ومثل الأهداف هذه سجلها مع الهلال واعتنى فيها الصدارة عام 2014. Jungle.